كنت 60 كيلو وبقيت 85 كيلو ونص، يبقى لما اكلمك عن التضخيم اكيد انا عاوز افيد. ده الجزء الثاني من الفيديو اللي انا كلمتك عنه المره اللي فاتت عن البالكينج، وكلمتك عن نقطتين مهمين جدا. الفيديو ده هكلمك عن نقطتين تانيين مهمين: الماديات وازاي نجيب اكل او ندخل ماكروس كتيره باقل قدر من الفلوس على قد ما نقدر. تاني نقطه الا وهي الماكروس ازاي اظبطها، لان في نقطه شائكه قوي ناس تتكلم عنها، هي البروتين والكارب ومش عارف ايه، مش مدين لكل واحد حقه. يعني اول نقطه وهي الماديات، ودي هنسبورت بيها نقطه اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، الا وهي ان مش شرط يبقى كل اكلك كلين. ما ينفعش كل اكلك يبقى رز وفراخ وحاجات هيلثي على قد ما تقدر، لا. وده موضوع شائك والناس هتبقى متضايقه منه. لا، انت ازاي بتحرض الناس ان هي تاكل حاجات؟ انا مش بقول حاجات مش صحيه، انا بقول ان انت لو انت متعود على سناك معين بتاكله، بتشرب صودا مضره، لكن انت بتتكلم في موضوع البالكينج، في ناس بقى محتاجه في اليوم فوق ال 4200 كالوري، اوزانهم تقيله، في ناس تحتاج 3800، في ناس تحتاج 3500. انا في الوقت اللي انا بعمله ده انا باكل 3700 كالوري. تفتكر هعرف على مدار اليوم وانا شغال وبصنع محتوى ومدرب اونلاين ان انا اعمل كل الحاجات دي؟ ما اعتقدش. انا كعمر مش هقدر. فلو انت زيي الحل ده حلو ليك. انا بعتمد على مصادر زي العيش الطويل. العيش الطويل ده انا لما باكل حوالي 250 جرام او 300 جرام، وده رقم مش قليل، لكن عشان هو سيمبل كارب باكل منه كميات مهوله بدون ما اخد بالي، بجوع منه بسرعه مفيش اي مشاكل، وباكل منه كميات كتيره. وده نفس الكلام اللي اتكلمت فيه في النقطه اللي فاتت. روح كده اعمل 300 جرام فرنش بريد، اللي هو العيش الفرنسي اللي هو العيش الطويل ده، او اكتب على شات جي بي تي هتلاقي كام كالوريز. شوف كده، روح اسال وشوف بنفسك، هتلاقي كميه كالوريز مهوله. وده ممكن اكله في وجبه واحده. شوف انت لو اكلته على مدار اليوم. طيب بكام بقى؟ انا ممكن اجيب 5 رغيف من الطوال وعليهم سمسم كمان، والسمسم مليان سعرات ومليان دهون صحيه، ب 10 جنيه. ده تركايه من اكتر التركات اللي بعملها، ومع الكلاينتس بتوعي كمان بيستخدموها وبيساعدهم جدا. مصدر كارب سريع بيخليهم يجوعوا تاني، وكمان رخيص. وده برضو ينقلنا من الحاجه التانيه، هي السمسم يا جماعه سعراته كويسه جدا. انت بتحط معلقه او اتنين ما بتاخدش بالك، وبيدي سعرات وبيدي دهون صحيه كويسه جدا. كذلك بذور الشيا غاليه شويه. برضو من الحاجات اللي للاسف طلع ترند الفتره دي، وده اللي هيغلي في سعرها، هي دقيق الرز. دقيق الرز هو نفس الرز بيتطحن عادي، لو انت عملته بطريقه ان هو يبقى طري شويه ما يبقاش ناشف، هتقدر تاكل منه كميات كبيره جدا. فالتركات الصغيره دي انا بستخدمها مع الكلاينتس، وفعلا بتساعدهم بشكل انت لا تتخيله. دي حاجات بسيطه، لكن حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه بتكون لك الصوره الكامله في النهايه. النقطه الثانيه هي الماكروس. انت مدي للبروتين حقه بشكل مبالغ فيه، وما بتديش للكارب حقه. الكارب هو مصدر الطاقه الاول والرئيسي والسريع في جسم الانسان. الشيء الثاني، العضلات تتكون اكتر من 70% منها ميه، ودي حاجه صدرنا ولع منها واي حد عارفها. النقطه الثالثه، الميه عشان تخش انترا ماسكولار جوه الماسلز بتحتاج اكيد صوديوم، عارفين، وبتحتاج كارب. الكارب بقى هو جرام الكارب بيدخل معاه 4 جرام ميه. الكارب مهم بنفس اهميه البروتين. انت لو بتكبر الفيلامنتس اللي هي الفايبرز بتاعت الماسل بالك ذات نفسه هو الجلايكوجين، انت مش مهتم بيه ومش مدرك هو قد ايه مهم. وانا مش عاوز اخش في الموضوع ده، لا عشان هقول لك كلمتين او معلومتين ممكن تاخدهم باسلوب غلط ابقى انا اللي شايل ذنبك. لو عايز نتكلم عن الكارب والبروتين او الماكروز عامه في فيديو لوحده متفصل، اكتب لي في الكومنتس. اخر حاجه وهنهي بيها الفيديو وكده خلاص، الفيديو متقسم على جزئين، هي السوائل. ما تاكلش الفواكه، اعصرها، الفايبرز فيها اقل بالتالي هتجوع اسرع. النقطة الثانية هي البالكينج شيكس. الناس اتقسمت نصين في الموضوع ده، ناس قالت لك ده بيبقى كمية السكر فيه عالية جدا بتخليك مش قادر ومش عايز تاكل وجبة تانية، وناس قالت لك لا انا بيساعد معايا. والله جربوا، طالما اتقسمت نصين جربوا. انا كان بينفع معايا البالكينج شيكس، في ناس بينفع معاها من الكلاينتس معايا بالكينج شيك بشكل رهيب، بدخل 800 900 سعرة في مشروب. في بقى ناس ثالثه ودي بتقول لك يا عم انا مش عايز اشغل بالي، دي حاجه بحطها في الشيك معايا، باخدها في الشنطه، ولا وجبه بقى ولا تاخد لي مساحه في الشنطه ولا ابقى مشغول، طب انا ورايا كليه، طب اكل في نص المحاضره، بيطلع ويشرب على طول. شوف انت من انهي نوع منهم، ولكن خد بالك ان الحاجات اللي معموله في الخلاط بتتهضم بسرعه وبتكون اسرع ليك واسهل ليك جدا.